الاهلي عمل طيار عالي، طيار رباعي كده بينهي بيه ماتش النهارده وقبل التوقف الدولي، وبيتصدر مع مشاركه مع الزمالك والمصري. طبعا الاهلي عمل الشهر ده كسب 4 ماتشات ورجع في المسار الصحيح بتاعه بشكل كبير. لكن انا عجبني في تصحيح مسار الاهلي المسار الاداري. كابتن رئيس صلاح الدين ظابط الدنيا محترمه جدا جدا جدا. لكن هتقول لي الاهلي عنده وزاره هجوميه بقت كويسه، ولكن مشكلتك دفاعيه، في عندك مشاكل كبيره جدا من اقل عدد من الهجمات. فرقه زي قناه الاسماعيليه لسه صاعده حديثا بتجيب فيك هدفين وكانت ممكن تجيب تاني. دفاعة الاهلي فيها مشكله، انا شايف انها لو في افريقيا بتلاعب فرق الكلاس ايه هتواجه مشكله بشكل كبير جدا. لكن من مميزات النهارده الاهلي جاب 4 اهداف وبيجيب هدفين. بن شرقي عامل اداء حلو قوي، زيزو عمل اداء برضه كويس جدا. طبعا محمد هاني مش عايز انساه، بيستمر هو رجل الاهلي الفتره الاخيره. كوكا حلو قوي، يعني تخيل باك رايت يرفع باك ليفت يسجل. ففي روتيشن حلو قوي في قلب الملعب نفسه على مستوى الاجنحه والاطراف وكل حاجه. لكن الحاجه الوحيده اللي اقدر امسكها على الاهلي هو التسيب الدفاعي. لو بتلعب فرقه كبيره هتواجه مشكله. ان الاهلي تقريبا من اول السنه ما فيش كلين شيت الا ماتش ولا ماتشين بشكل كبير. لكن في المجمل الاهلي ناجح تماما وعمل اداء كويس. نيجي للزمالك اللي اتعادل النهارده وبيفقد نقطتين في صراع المقدمه، والدنيا هايجه على يانيك فريرا انه يمشي ويقعد ويمشي. هو عنده مشكله، عنده تحفظ، بيتقدم وما عارف لو قدر ما بيعفي مش ما بيعفيش. ما عندوش الجرأة انه يقتل. هو لسه تحس انه عنده مشكله، بيحفظ افراد الفريق في الزمالك رغم انه في المجمل وبالنتائج لا عامل نتائج كويس، والزمالك لسه في المنافسه. هتمشيه وتجيب حد على بال ما يحفظ الفرقه. فانا شايف ان يانيك فريرا لسه كويس، ممكن يقدر يكمل. لو بتتابعوني لغايه الثواني دي بشكركم جدا جدا، شرفني متابعتكم. بالتوفيق لمنتخبنا ان شاء الله. 8 اكتوبر نحتفل رسميا بالصعود لمونديال امريكا ان شاء الله. سلام عليكم.